حكامنا وحكام العرب. هو حضراتكم ما قريتوش في القرآن الكريم في سورة البقرة انه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وبعد إذا جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تعالى اجي اتكلم حكام العرب. معلش انت مين انت عشان تكلمي حكام العرب؟ انا هدهد مقطع بطاقته. انا اسمي مايا خرسيتي وبشتغل هدهد مقطع بطاقته. هو احنا امتى هناخد القرآن ده كمصدر؟ كان يعني لورنس العرب جه وعمل لك الأردن وقطع لك العرب وشهيلص لك المنطقة. لورنس العرب الإنجليزي. دلوقتي لورنس العرب الجديد ترامب. الناس اللي قاعدة لسه وذر هم حكام أو معنيين أو مسؤولين، أو أتمنى الرئيس بتاعي يكون قلبه مش كده خالص، يكون قلبه في ولاية الله. أخدني بالك؟ قاعد لسه مستني تشوف مين اللي هيمشي على ايه، عشان ده كان صديقه كويس وده معايا استثمارات معاه. على فكرة يا جماعة، في سايت مع كامل احترامي انا اسفة بقى مضطر افصح عنه، في سايت اسمه Open Secrets. Open Secrets ده بيوريك مين اللوبيز اللي شغالة وبتدفع لأمريكا فلوس، بتدفع لأمريكا فلوس عشان مصالحها. واخد بالك؟ اللي هي اسمها الشاي بالياسمين، عندنا بيسموها بالطريقة السياسية اللبقة اسمها ايه؟ lobbying. اكتر دول دفعت lobbying لامريكا السنة دي كانت مين؟ كانت السعودية والصين. السعودية I completely understand ان انت لسه صغيرة وشابة وعندك طموح، وعندك طموح انك تمتلكي سلاح نووي. انت اسمك محمد، بغض النظر انك عملتي كل حاجة في الكوكب عشان تثبتي للعم سام، اخدلي بالك، مش لترامب او لبايدن او لهاريس او لاي حاجة، تثبتي للعم سام او ما وراء امريكا او رجال الظل اللي في امريكا او اي نصيبة سودة. عملتي اللي عشان تثبتي لهم ان انتي رفاهية دلوقتي، ان انتي ما اسمكيش محمد، انت اسمك رفاهية. هما شايفينك محمد وعارفين ان انتي محمد، ومن جواهم ما بيحبوش محمد، فمستحيل يدوا لمحمد قوة هيبقى اكتر منهم. مستحيل يدوا لمحمد اي حاجة تقويه عشان يبقى محمد اللي هو محمد بجد، بدل محمد الرفاهية. انت اخدلي بالك انت عصام، خد سيجارة بس وفكر كده. انا بكلم دلوقتي ايه؟ الخلايجة قبل مصر. right؟ ال ده انا لسه واحد من عندهم صحفي حر في DC، تحت طبعا الصحافة دي غطاء الاستخبارات، ماشي. صحفي حر في DC ناشر تقرير عن تركيبة او فكر وتركيبة الشخصية اللي العرب مستنيينها. كان العرب مستنيين الوحي ينزل. اما الوحي نزل والله. يعني انا عايزه اقول لكم ان الوحي نزل وخلص القرآن خلاص وموجود لغايه دلوقتي. هو ده الكنز، هو ده التابوت العهد، هو ده كل حاجه. وبيقول لك اللي هيحصل بالظبط، فهمي نسمي نظمي، بيقول لك حرفيا هيعملوا فيك ايه. لن يرضى عنك اليهود والنصارى، مش معناها انه اليهودي رسمي او المسيحي رسمي، نو. الميكس، الكومبينيشن بتاعت اليونيتي اوف those kind of people، الانواع دي من الناس بيسموا نفسهم مثلا evangelical، لن يرضوا عنك حتى انت تتبع هواهم. ولن يرضوا عنك لو انت عملت اللي وجبت لي طال عمره التاني اللي هو بتاع الاعلانات، وجبت لي طال عمره التالت اللي هو بيعمل السلام ما بين روسيا وامريكا. لو عملتوا اللي واتشقلبتوا وشلتوا السيف من العلم وعملتوا كل حاجة تقدروا تعملوها، لن يرضوا عنكم يا سادة. يا عرب انتوا بيتلعب بيكو، يا خليج انتوا بيتلعب بيكو،
يا خليج الاتفاقية الإبراهيمية لعبت بيكو وهتلعب بيكو. انتوا لسه بتدفعوا لترامب ده قمار يا خليج اللي انتوا بتعملوه ده. المبالغ اللي دفعتوها في اوبن سيكريتس، انا اسفة تزعلوش، في اوبن سيكريتس المبالغ اللي دفعتوها كلابي كانت اكتر من مبالغ اي حد في العالم. اللابي اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو اللابي الايباك الصهيوني ما دفعش قد كده، ما دفعش السنة دي حاجة. من اللابيز التانية اللي كانت بتدفع لأمريكا أو الحكومة بتاعتها كانت الصين. أخدي بالك المصالح بس، واخد بالك. فأنت عندك مشكلة أيتها الخليج. أنت دلوقتي عندك دبة رجل سيدنا إشماعيل رايت اللي هي فيها الإبراهيمية. ما هم عملوا لك إبراهيمية ليه؟ عشان يقربوك من ولاد العم. انتوا أحفاد إشماعيل رايت، مش انتوا العرب أحفاد سيدنا إسماعيل، واليهود أحفاد يعقوب right or so they say. okay so ما تيجي ايه نلمكم مع بعض ونعمل معاكم الاتفاقية الحلوة دي، وبالمرة السودان تمضي معانا. معرفش ليه السودان مضت، يعني ايه اللي يعني حسسها بالأمن والأمان كده مضيت يا سودان؟ طب عملوا فيكي ايه بعديها حبيبتي؟ انتي بتمضي ليه يا ماما؟ ما هو عشان خاطر برضو بس موضوع النيل، ما النيل جاي برضو ايه فاهم. ماشي الله اعلى واعلم. بتمضي ليه يا حبيبتي ابراهيمية وانتي مش واخده بالك اللي بيحصل؟ المهم كانت دعوة سيدنا ابراهيم لزوجته هاجر المصرية واسماعيل ابنه الطفل، دعالهم ان المنطقة دي يبقى فيها خير، دبدب رجله جت طلعت مية. فبعديها المية قالت زمي زمي اللي هو بقت زمزم، يعني تلم المية عشان تشرب ابنها. بعدها you started having resources, you started having ايه بقى ايه التريد والكلام ده كله. المنطقة بتاعتكم لوبريكنت في حاجات مهمة جدا لأمريكا. وطلع جون كاري اللي بيتريق على الجميع كله ويطلع لسانه بيقول لك والله يا شرق اوسط احنا كنا مش عايزين الدراما دي كلها، احنا كنا بناخد منكم بترول ومش عايزينكم تعملوا دراما، فما تقرفوناش، خلينا ناخد البترول بتاعكم من غير نوش. النوش اللي معمول ده بس عشان خاطر ايه ال 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 الشرق الاوسط الجديد والخليج الجديده. الخليج الجديده جايالك، خليج حبيبتي، خليج جايالك يا ماما، واخدالي بالك. فانت بقى ايه اقعدي مع الحاج ترامب كده، لورنس العرب الجديد او لورنس الخلايجه، اقعدي ادفعي له فلوس وتقعدي اشتري له حاجات واوتيلات واشتري له البراند نيم بتاعه وكل الحاجات دي كانت نصبايا هو بيعملها. يعني هو كان اكبر نصاب في امريكا، عمل اكبر نصبتين في العالم. عمل نصبة سرقة الانتباه وعمل نصبة العقارات. فسيادتك عمالة تدعميه يمين وشمال من مال ايه؟ مش من مال ابوكي، ده من مال ابراهيم. اخدالي بالك. لا. ودلوقتي العناصر بتاعتهم اللي هي برضو عناصر المخابرات اللي بتطلع على تيك توك، بيطلع المخابرات بتطلع عليه، عناصر استخباراتية. يب. بنطلع فيديوهات بتقولك ايه الحكومات دي بابت عند الكيان، ان انتوا بابت عند الكيان ولا بد ايه ان الشعوب تثور عليكم وتشيل انظمتكم. صباح الفل. فانت هياخدوا خيرك وبعدين يقولك اضطر انت بقى يابا. اخد لي بالك لو ما مشيتش بدماغهم 100%. انت حضرتك مشيت بدماغهم يعني الى حد مش حلو، يعني مش حلو. يعني الدين قفلنا ملف الدين، قفلنا ملف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فتحنا رفاهية زيادة عن اللزوم. الموضوع ده كان اكستريم شوية عشان ده بالنسبة لهم كويس. ليه؟ ان انت هتنشط المتطرفين. انت تحول كده من ملك الحارس ايه اسمها ايه، ملك الحرمين ولا حارس الحرمين اللي هو بيحرس، مش فاكرة الترمينولوجي اللي بيستخدموه. تتحول من كده خادم الحرمين I think right الى رفاهية. انت كده بتدي يقول لهم انا جميل وحلو وحلو جميل وشيلوني من مش عارفة ايه. no. هما مش هيرضوا عنك برضو، مش هيدوك النووي، هيلهوك في الاي اي، بيغروك بالاي اي. عارف الست لما تروح تغري الراجل وتاخد منه فلوس؟ اخدي بالك. طيب لو انت عندك عناصر استخباراتية او عناصر متفتحة العين، تنزل على الارض تشوف امريكا كلها على الارض كلها، بس تبقى بتسافر بالعربية والكلام ده كله وتشوف الاي اي ده هل منغمس في
الولايات المتحدة كلها، ولا هل الولايات المتحدة بتشجع الزراعة وبتشجع الناس تروح تعيش في أماكن ريفية عشان تزرع الأرض، وبتشجع أكبر عيال مسؤولين في البلد اللي هي الإليت، التوب إليت، بتشجعهم على ركوب الخيل، وبتشجعهم على الرماية وعلى السباحة وعلى القراءة وعلى اللغة العربية، وبعيدا تماما عن ال AI، النخب الأمريكية. يمكن أنا انغمست شوية، فواجبي إن أنا أعلمك، واجبي إن أنا أقولك لله وللوطن، أخدي بالك. فانت هتلاقي ان خدعة ال AI دي او اللعبة الجديدة بتاعت ال AI والبيتكوين والحاجات الحلوة اللي هي بتبقى شكلها مثير للعرب، لان احنا العرب، انا مصرية شوية فمعلش اديني بس، مش ان انا بقول ان انا احسن منك او لا، بس انا معتزة شوية ان انا مصرية. ولكن من عندي ولاد بلدي برضو كان عندهم عقدة الخواجة وما زال عندهم عقدة الخواجة. ما انت شفت عملوا ايه لما الكلبة البلدي اتصورت من واحد امريكاني، بدأوا يحبوا الكلبة البلدي، فلسه عندهم عقدة الخواجة. وبنحاول نشتغل في الملف ده برضو عشان خاطر يبقوا يعني كل واحد مبسوط بنفسه وبأصله. فحضراتكم لو خدتوا بالكم في الانتخابات، في كلمة انا ما غطيتش الانتخابات because it's بالنسبة لي دي دجال عمال يلعب يعني. في دايما كلمة التيكت، رايت؟ التيكت والبات. تيكت يعني تذكرة، بات يعني رهان. لو يا لعبت يا زهر. البات والتيكت، الانتخابات بتدار بالظبط زي لعبة القمار يا حبيبي، زي ما التيك توك لعبة قمار، زي ما المونوبولي شبه ومونوبولي قمار إلى حد ما. حاجات كتيرة بتدار كأنها قمار. أمريكا الحقيقية اللي بتفكر وراء الأضواء، اللي هسميها رجال الظل أو الدولة العميقة أو عندها دايما بلان A و B و C. يعني لو ده مش لو ده، هي اوريدي متقرر مين الرئيس، ومش هقولك يعني هو ال decision is been made من فترة زمنية وجيزة، ومش هقولك. وحتى لو ده عامل نفسه مستموت وهغير ومش هغير وهرجعها ل1800 وكذا، وهخلي الاقتصاد جوه امريكا بس وهخليها جوه ما طرقهاش بره، ولا وجوده فقط من اول ما جه، ووجوده هو بيتحبس يمين وشمال، ووجوده هو بيوعدك، ووجوده هو كل شوية الامبراطورية بتاعته يا سادة طلعوا عليها تقارير انها اتعملت من النصب، عارف يعملها من النصب. زي بالظبط في نصابين كنت اعرفهم كده زمان، خدوا فلوسنا احنا، اللي تعبنا بيها، وكانوا بيقول هنعمل وهنعمل وهنعمل، فاحنا دفعنا لهم فلوس على هنعمل وهنعمل، وخدوا الفلوس وعملوا فعلا، بس ادام احنا بعيد عن املنا فاتخذت حاجتنا، يعني ما علينا، واخد بالك. فهو دايما البروباجندا بتبقى كده، البروباجندا بتبقى انا هصور لك زاوية معينة جميلة واغريك بيها وخليك تريل عليها عشان تشتريها او تدعمني او وات نوت. فدي حاجة من الحاجات الخدعة اللي عملوها، اللي عملها معاك لورنس العرب اللي اسمه ترامب. لورنس العرب اللي اسمه ترامب برضو خدع مصر للأسف، خدع مصر ان هي هيأ لها واوهمها ان انا صديق ليكي قوي، اعملي اللي انت عايزاه في شؤونك الداخلية، انا زي الفل معاكي. ده كان دوره ساعتها، الدور اللي مكتوب له في المعاملة مع مصر كده. مصر طلعت من ثورة، طيب حلو، خد اللي جاي على حجرك، خد اللي جاي على حجرك وخليه يعمل اللي هو عايزه، لان احنا اصلا ما يهمناش حقوق انسان ولا يهمنا اي حاجة داخلية، بنستخدم الكروت دي للضغط فقط، اخد لي بالك. فللأسف مع كامل احترامي، انا بقولها مع كامل احترامي، انا بتكلم على الرئيس بتاعي ما شاهدش، ما عادش، ما شافش، ما دخلش عصور او توقيتات اوباما ولا كلينتون ولا بوش ولا كذا، اكيد كان بيتابعها كظابط مخابرات، بس ما دخلش جوه المطبخ بتاع كل دول. مينفعش كان يدخل جوه المطبخ وهو ظابط مخابرات مصري، مينفعش، صح؟ مصري مش هينفع تخش مطبخ امريكاني وانا مصري ازاي؟ مينفعش، لازم تبقى رأفت الهجان، لازم تبقى رأفت الهجان، او تكون في قصر موسى، قصر فرعون من صغرك كموسى، عشان موسى يطلع بقى يقول لقومه خلي بالك يا قوم كل ده لعب.
اخدي بالك. بس واضح من الحاجات اللي بتنزل مؤخرا انه او يعني ايه، واضح من الرسائل اللي احنا بنبعتها برضو للرئيس انه خد باله او ادرك انه مش هستنى الاتنين. من التحركات اللي هو عملها في افريقيا والتحركات اللي عملها في الريجن كلها في افريقيا وروسيا، ويعني بيتعامل مع الجميع، فهو مش حاطط بات ولا امل ولا اي حاجة على ده او على ده، هو بيعمل حساباته وادرك اللعبة الامريكية. alright. لان كل واحد بيجي معاه عشان يهيئ لحضراتكم، يهيئ للعالم. يعني ايه خدعة الكبرى؟ يعني ايه خداع؟ يعني ايه خداع ومسرح؟ يعني انا هجيب لك واحد اسود دلوقتي يخدعك بكلام حلو ويقول لك كلام كده متعلم واي في ليج كولج وبيحب مراته وماسك مرات دي ايه مراته، والناس كلها تنسى المجزرة اللي حصلت من بوش والكلام اللي قاله عن الكروسيدز والحروب الصليبية، الحروب الدينية يعني. مش كده بدأت لك بآية قرآنية، لأن هي دايما ليها دعوة بالعقيدة تحت الغطاء السياسي. أخد لي بالك؟ ما بالك من الفئة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها إن هي حزب الشيطان. واخد بالك؟ اللي هي الفئة اللي هما ما مش بتآمن بالآخرة، اللي بيحاولوا إبراهيم عيسى وإسلام البحيري يشيلوا سورة الإسراء عشان ما نأمنش بالكلام اللي فيها إنه بيحصل وهيحصل وإحنا اللي هنكمل، والكلام ده كله قرآن حي. آية 40 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجابا مستورا ليه؟ ليه ربنا طلب منك ان انت تقرأ القرآن؟ عشان يحجب عنك الناس دي، عشان الناس دي زي ما بنقول عليهم ايه، الشياطين. حزب الشيطان يعني ايه؟ اللي بيأمنوا انه بيأمنوا بالملاك الهابط من السماء اللي اتظلم من ربنا. لوسيفر مثلا، عزازيل. مش ربنا لما طرد ابليس من الجنة حرفيا، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو لكم فيها مستقر ومتاع الى حين. بعضكم لبعض اللي هو مين؟ ادم وحواء والشيطان. في ناس جسدت الشيطان ده، وناس للاسف مسلمة كمان اقتنعت بالكلام ده، اتفتنت في امريكا، قالت ان هو هو صحيح ده الشيطان ده طلع غلبان، ده احنا اللي بنعمل اوسخ منه. وده حقيقي، وانا هاكد لك الكلام ده برضو في المعلومه في القران الكريم. برضو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. الشيطان دوره قليل قوي ان هو بس يقول لك اكفر، اعمل الحاجه الغلط، اعمل الحاجه الوحشه، روح بيد الناس، لكن انت اللي بتنفذ يا معلم. اخلي بالك. فحزبه اوسخ منه عادي، صباح الفل. حزبه عشان يكسب ولاءه وحبه وحاجته اللي بيديها له دي. برضه الشياطين ليهم شويه ايه، شويه حاجات لذيذه كده، ايه شويه حاجات انظرني الى يوم يوعدون. ايه الحاجات اللذيذه اللي ما تفهمش. اخدي بالك منهم السحر والشعوذه. السحر والشعوذه اللي هو ايه، ديسبشن. اقل ديسبشن فيها حضراتكم ان انا بكلمكم من غير فلتر. فانتوا دلوقتي شايفين تحت عينيا عامل ازاي. لو حطيت فلتر وابيض واسود وبتاع هتشوفوني ملك الجمال. دي اسمها خداع. لما بحط لك فلتر بخدعك، بوريك وش مش حقيقي كشكلي، اوريك شكلي اللي مش حقيقي، ببقى بخدعك. اخدي بالك صح؟ ولو مش حاطه فلتر بوريك الشكل الحقيقي. في امريكا فلتر هي فلتر خداع. الدجال فلتر خداع، احنا اوريدي فيه. انت مستنيه يطلع يقعد على العرش؟ ما احنا فيه. so ال artificial intelligence يقعد يقول لك خلي بالك منها وخطر ومش خطر ومش خطر والكلام ده كله. النخبة اللي هناك ما بتستخدمش الكلام ده. النخبة اللي هناك لو دخلت بيوتها هتلاقي أقل استخدام في التكنولوجيا، أقل استخدام من التليفونات، أقل استخدام في ال AI، عشان ال AI بيخلي الإنسان في منتهى الغباء. واخد بالك؟ لو خليت انت يا سعودية او يا خليج، لو انتوا استخدمتوا ال AI والله العظيم هتستعبدوا اكتر من اي مرة في العالم. فانا معرفش ليه انتوا مهووسين بال AI والنووي والتكنولوجيا المتقدمة جدا، مع ان البلاد الخليجية هتتحول الى مروج وانهار وحاجات زي كده. يعني لو درسنا شوية في المناخ، علماء المناخ ادفع فلوس لعلماء المناخ،
ادفع فلوس للجماعة اللي شغالة في ناسا، او ادفع فلوس للجماعة اللي هي ايه بروفيشنالز قوي، هيسربوا لك معلومات لو ما تقفشوش. عشان لو شغالين في حتة حساسة هيبقى ايه، مش هينفع يسربوا لك المعلومات دي. يعني انت الحاجات دي مش هتعرفها غير لو شغال في مكان حساس، او لو واحد بيتعلم وخلاص، واخد بالك؟ واحد بيتعلم وخلاص انغمس في الجامعات والحاجات دي، او قاعد مع حد شغال في مكان حساس، والحد اللي قاعد في مكان حساس ده بيرغي بس معاه شوية على ايه، القمر فعلا شفناه في ناسا كذا كذا. الحاجات التانية بلح، صراع خداعي عملناه ايام الاتحاد السوفيتي عشان نبين القوة. زي ما احنا بنحاول نوريكم القوة دلوقتي، كل واحد بيبين قوته، بيبين دراعاته.